اغلى طلاب في مصر واحلى طلاب، احلى شباب اولى ثانوي. عندنا ان شاء الله النهارده مراجعه جميله جدا، مراجعه الشهر. هنلم لكم الدنيا. حصتنا مقسومه 3 اجزاء. اول حاجه نواتج التعلم، ماسك لك درس مفصصه لك كل نواتج التعلم اللي فيه. بعد كده اهم الاسئله المقالي، وبعد كده نحل شويه مع بعض. صلي على النبي، زين النبي صلاه، نوحدوه، يلا بينا. طيب نبدا مراجعتنا. اول درس عندنا المراجعه بتاعتنا عباره عن 3 دروس. اول درس عندي حضاره العراق، تاني درس حضاره فينيقيا، بعد كده حضاره اليونان. طيب انا ماسك درس ومطلع لك النواتج اللي فيه. اول حته نمسك التمهيده بتاعتي. بيقول لك ايه؟ يوجد شبه بين حضاره مصر وحضاره العراق. ايه الشبه اللي بين حضاره مصر وحضاره العراق؟ العراق عند نهر دجله والفرات، ومصر عند نهر النيل. يبقى الشبه وجود الايه؟ الانهار اللي هي البيئه الفيضيه، اللي هي برضو تربه ايه؟ خصبه، الميه الصالحه الصالحه للزراعه وتربيه الحيوانات. طب بيجي يقول لك على فكره مصر واليونان ومصر والعراق حضارتهم موقعها متميز. طب تاني حاجه المثلث الحضاري. انا عندي بيمثل لك الحضاره على شكل مثلث. رأس الهرم السكاني أو رأس الهرم أو رأس المثلث فينيقيا. طيب الضلع الأيمن العراق، الضلع الأيسر مصر، القاعدة شبه الجزيرة العربية. يبقى أنا عندي بمثل الحضارة بتاعتي كلها كأنها مثلث. الرأس فينيقيا، الضلع الأيمن العراق، الضلع الأيسر مصر، القاعدة شبه الجزيرة. بيقول لك ايه؟ خلي بالك بلاد العراق دي عند نهر دجله والفرات، بس في اعلى حته في العراق دي قمه مرتفعه، يعني شمال العراق عاليه، طب جنوب العراق واطيه. يعني انا استاذنا لو انا عايز اتحرك بسرعه، اتحرك من الشمال للجنوب ولا من الجنوب للشمال؟ اقول لك الجنوب انا لسه بطلع، طب الشمال انا بنزل بسهوله. يبقى اسهل حاجه ان انا اتحرك من الشمال للايه؟ للجنوب. بيقول لك انتقال المراكب في نهري دجله والفرات سيكون اكثر سهوله وسرعه لو اتجهنا منين؟ من الشمال للجنوب، من اعلى الى اسفل. طيب بيقول لك تاريخ العراق. اتفقنا ان العراق ظهر فيها 5 دول. طب بعد الدول اللي ظهرت فيها حصل ايه؟ تعرضت لغزو. كنا بنقول فرس اسكندر، دولة سلوكية، روم، فرس فتح اسلامي. طيب اول غزو، اول مرة العراق تحتل، مين احتلها؟ الفرس. طب الفرس دول كانوا جايين منين؟ من اتجاه الشرق. الناس اللي بتتلخفن في الاتجاهات يجي يقول لك الفرس دول اصلهم ايه؟ اتجاه شرق، اللي هم جايين منين؟ الملك كورش، وده كان في القرن السادس، وده اول غزو. يبقى سقطت العراق لأول مرة على يد الفرس، على يد اتجاه الشرق. طب تاني غزو قلنا فرس اسكندر. طب يا اسكندر يا مقدوني يا يوناني، انت جاي من جهة الايه؟ الغرب، اللي هي اليونان او الاغريق، وده كان اول غزو غربي. يبقى انا عندي اول غزو شرقي الفرس، اول غزو غربي اليونان. طيب جاء بعد كده بيقول لك ايه؟ قبل الفتح الاسلامي فرس اسكندر دولة سلوكية، الروم الفرس. طيب مين كان قبل الفتح؟ قبل الفتح مين؟ الفرس، الله يفتح عليك. طب قبل الفتح الاسلامي من جهة الجنوب، الفتح بتاعنا جاء من جهة الجنوب، خلي بالك الفتح الاسلام اخر فتح جاء من جهة الجنوب. كانت العراق محتلة من قبل الغزو الشرقي اللي هم الفرس. قبل الفتح الاسلامي كانت العراق عبارة عن نقطة من الصراعات والنزاعات بين مين ومين؟ الفرس والروم. لو خدت بالك الفرس احتلوها كم مرة؟ مرتين. طيب جاء بعد كده بيقول لك ايه؟ اهم دويلات العراق. اسئله مهمه بتيجي، مين اطول دوله قعدت؟ مين اقل دوله؟ طيب مين اهمهم؟ قال لك اطول دوله قعدت الدوله السومريه. طب سكنت فين؟ سكنت جنوب العراق. طيب الاقل في المده الدوله البابليه الحديثه اللي هي اسمها الكلدانيه بتاعت نبوخذ نصر الثاني. طيب تعد منطقه السهول الوسطى بمثابه التربه الخصبه التي نبت منها حضارات العراق. دي الاهم مكان اهتمت عليه او قامت عليه حضارات العراق. طيب انا عندي كام دوله عم محمد كرم؟ اقول لك عندي 5 دول. اول حاجه الدوله السومريه. طب يا دوله يا سومريه انتوا كنتوا كام جزء؟ قالت لك 3، سومر واور ولجش. طب كانت عارفه حاجه اسمها الوحده؟ اقول لك لا، ما كانش عارفين الوحده. كانت عباره عن دويلات متنازعه. طيب تميزت عن غيرها، تعددت المراكز الحضاريه المستقله، ما كانش ليها مركز واحد، قلنا سومر واور ولجش. ولم تعرف هذه الدويلات الوحده السياسيه، يعني ما ينفعش اقول شبهها شبه مصر. مصر عرفت الوحده على يد مينا والحكومه المركزيه، حيث حكمها كان لا مركزي، وهذا يعني عدم النضج السياسي، ما وصلوش للفكر السياسي العالي.
هذه الدويلات تقع عند منطقة التقاء نهر دجلة والفرات، هي في المنطقة اللي بين نهر دجلة وبين نهر الفرات، هي في الوسط، قربها من الخليج العربي. سقطت هذه الدويلات اللي خلت الدويلات السومريه اور وسومر ولجش يقعوا بسبب الصراعات الداخليه، بيتخانقوا داخليا، كل منطقه من دول بيتخانقوا جوه بعضها. طيب التفكك السياسي، الصدام والصراع بينهم يؤدي الى الضعف. ادى تضحن السومريين والحروب فيما بينهم الى استيلاء الاكاديين على الوسط والجنوب. خلي بالك الدوله الاكاديه سكنت العراق في وقت وجود الدوله السومريه. طيب تعتبر اكثر الفترات العراق القديمه شهدت حروبا داخليه في فترة حكم السومريين، يبقى الحروب الداخلية حصلت في عهد حكم السومريين. يتمثل وجه الاختلاف بين السومريين العراقيين والعصر العتيق اللي هو عصر الأسرة الأولى والثانية في مصر في هذا إلى النضج السياسي. احنا وصلنا للنضج السياسي على يد الملك مينا وهم ما وصلوش للنضج السياسي. بعد سقوط دويلات الجنوب، بعد ما سقطت دويلات الجنوب اللي هي السومريين، قامت أول وحدة عرفها التاريخ على يد سرجون الأول. بعد كده الدولة الأكادية، يبقى احنا كده خدنا السومرية. تاني دولة الدولة الأكادية. مالها الأكادية؟ أقول لك دول جاءوا من شبه الجزيرة العربية. خلي بالك الأكادية جم في ظل حكم الدولة السومرية. جم منين؟ من الجنوب. يبقى جم منين؟ من شبه الجزيرة العربية، يبقى أصلهم عربي. يقول لك جددت العراق دمائها أكثر من مرة منين؟ من شبه الجزيرة العربية، من اتجاه الجنوب. استقروا فين الأكاديين دول؟ قال لك وسط العراق. طب جم امتى يا عم محمد كرم؟ في ظل الدولة السومرية. طيب مين اللي قائدهم؟ سرجون الأول. سرجون الأول لقى الدولة السومرية تك هتك يا ضرب في بعض. يعمل ايه؟ تعالوا حبايب قلبي خدوا ب60,000 جزمة وانا هعمل دولتي اللي هي الدولة الأكادية تحت حكم موحد. يبقى مين اللي وحد العراق؟ سرجون. يبقى الموحد الأول لبلاد العراق ووصلها للنضج السياسي مين؟ سرجون الأول. الله يفتح عليكم. يبقى يتشابه سرجون مع الملك مينا. طب مع الملك مين تاني؟ فيليب المقدوني اللي هو أبو الإسكندر. أهو مينا وحدة سياسية. وتشابه تشابهت مدينة أكاد مع مدينة منف. الاتنين أول عاصمة لمصر. منف عاصمة لمصر الموحدة وأكاد عاصمة للعراق الموحدة. يبقى الاتنين عواصم للبلاد الموحدة. طيب يبقى احنا كده خدنا السومرية وبعد كده خدنا الأكادية. هننقل للبابلية القديمة. مين يا عم محمد كرم البابلية القديمة؟ أقول لك دي ظهرت في النص الأول من القرن ال19 ودي كان ليها الأسبق في السيطرة على البحر المتوسط. أنا ما قلتش ولا أكادية سيطرت على حاجة ولا سومرية. مين اللي بدأت تسيطر؟ البابلية القديمة. طب مين أشهر ملك؟ حمورابي. طب يا حمورابي أنت بتهتم بحاجة؟ قال لك أنا اهتميت بالأمور التشريعية، القوانين والعمارة الدينية. يعني إيه عمارة دينية؟ أبني حاجات ليها علاقة بالدين. إيه يا عم دلك على كده؟ بنى معبد للإله مردوخ. مين الإله مردوخ؟ واحد إله عندهم بنى له معبد. حفظ الأمن والنظام. إزاي؟ عن طريق القوانين اللي أصدرها. مد حدوده على البحر المتوسط وسيطر على الشام وأصبحت جزء من العراق. طيب عملت ايه؟ قال لك عملت قوانين. على فكره والقوانين دي بتديله السلطه التشريعيه زيه زي مين؟ حور محب اللي موجود في مصر. طب يا عم القوانين دي انت مستمدها منين؟ قال لك انا جايبها من الاله شمش. يعني ايه يا استاذنا؟ يعني تميز بالطابع الصبغه الدينيه. كانت القوانين دي سببا رئيسي للالتزام العراقيون، خاصه خصلات الخير، بداوا يهتموا انهم يعملوا اعمال خير. طب قوانين حمورابي دي، القوانين دي تتميز، هي سلطة تشريعية بس تتميز بالصبغة الدينية عشان إله شمس. طب هل القوانين دي اهتمت بالأطفال؟ معاقبة من يخطف الأطفال، دي شبه منظمة اليونيسيف اللي هي منظمة حقوق الأطفال. طب هل القوانين دي مهتمية برضا الوالدين؟ أقول لك مهتمية برضا الوالدين. إزاي؟ اتكلمت عن معاقبة من يضرب أباه. طيب هل القوانين دي دلتنا إن إحنا برانا في الطب والهندسة؟ أقول لك حصل. الطب من يجري عملية جراحية. طب الهندسة من يبني مبنى وينقض عليه أو يقع على دماغه. طيب دي كده الدولة اللهم ذكر ايه ده؟ بس كده. يبقى انا كده خدت كام دولة؟ 3. الدولة السومرية، الدولة الأكادية، الدولة البابلية الأولى. طب بعد كده بنتقل على الأشورية. الأشورية ليها عواصم كتير.
اشهر ملك سرجون الثاني والملك سنحريب. سنحريب ده اللي كان بيبوظ الدنيا، دمر بابل وعمر نينوي. طب تعرف ايه يا استاذنا؟ بيقول لك هاجر الاشوريين من شبه الجزيره العربيه. ايه ده؟ زيهم زي مين؟ زيهم زي الاكاديون وزي البابليون اللي هم الكلدانيون. يبقى الشبه بين الاشوريه والاكاديه والبابليه انهم اصل عرق واحد، جايين منين؟ من شبه الجزيره العربيه. تعددت العواصم، كان عندهم اشور ونينوي. طب استاذنا اهم ملك سرجون الثاني اللي كان راجل بيهتم بالسياسه. طيب جه بعديه مين؟ جه بعديه ابنه اللي هو سنحريب. سنحريب ده عمل ايه يا عم محمد كرم؟ دمر بابل وعمر نينوي. طب العهد الاشوري تحول نظام الحكم او نظام التجنيد الى النظام الدائم. امال كان قبل كده كان الزامي وقت الحرب. يقول لك ايه؟ حتى تظهر جمالك خرب جمال الاخرين. عشان تبان انك جميل كده وامور، بوظ بقى شكل اللي حواليك. شبه انت مثلا عندك ايه؟ بتقعد تتنمر على اللي حواليك عشان تبان ان انت الجامد اللي مفيش منك. طب يا حبيب قلبي مين اللي عمل كده؟ سنحريب. طب قلنا دمر ايه؟ جدع بابل وعمر نينوي. سقطت الدولة الأشورية بسبب السياسة والمشاكل الداخلية والتخريب. الدولة الأشورية سقطت بسبب سياسة العنف، بدأت تعامل الناس معاملة وحشة وتديهم بالجزمة، فالشعب عمل ثورات. طيب سنحريب اهتم بالعمارة من خلال تجميل نينوي. اهم الدروس المستفاده من سقوط الدوله الاشوريه، استفدت ايه؟ ان انا استخدم قواعد الحكم والاداره، احسن اداره الموارد، احقق مبدا المشاركه السياسيه. طب اهتم حمورابي ببابل، ده يبقى عكس مين؟ يبقى عكس سنحريب اللي دمرها. طيب نستفاد من قصه سنحريب ان الحضاره تتكامل ولا تتصارع. طيب احنا كده خلصنا كام دولة؟ الدولة الرابعة. طب الدولة الخامسة بيقول لك ايه؟ الدولة البابلية الحديثة او الكلدانية. يبقى الدولة البابلية الحديثة او الكلدانية اصلها عربي، قلناها كذا مرة، جايين من شبه الجزيرة العربية، شبهها زي الاشوريين والاكاديين. طب اشهر ملك نبوخذ نصر الثاني، ده كون امبراطورية عظيمة لدرجة ان هو خياله سرح بيه وحب يحتل مدينة سور اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في فينيقيا، ولكنه فشل بسبب اسوارها المنيعة. تعددت سواحل بلاد العراق في عهدها، فنبوخذ نصر سيطر على الخليج العربي حتى سواحل البحر المتوسط. معظم الدول العراقية السابقة سقطت بسبب الصراعات الداخلية والتناحر والتفكك، بس الدولة الكلدانية كان لها حاجة إضافية، يعني حاجة سبيشال. هم كده نفس الأسباب بس حاجة أكتر، وهي التعرض للغزو الأجنبي اللي هو مين؟ الفرس اللي جاية من جهة إيه؟ الجهات الشرقية. طب إيه مشكلة عامة أي دولة في العراق؟ إن هي افتقدت بلاد العراق إلى الاستمرار دون الانقطاع، كل شوية يحصل حوار. طيب تختلف مع باقي الحضارات اللي هي الكلدانية في الغزو الخارجي. طيب تشابهت حضارة الكلدانية مع العصر الإضمحلالي الثاني في مصر في إيه؟ التعرض للغزو الخارجي. إحنا تعرضنا للهكسوس، هم تعرضوا للغزو الفرس. تعرض بلاد العراق القديمة للاستعمار الغربي لأول مرة على يد المقدونيين اللي هو الإسكندر الأكبر، وقلناها فوق. طيب الحالة الاقتصادية، زراعة، صناعة، تجارة. يجي يقول لك إيه؟ أستاذنا هي عندنا الحالة الاقتصادية شبههم؟ أقول لك لأ. ملكية الأرض الزراعية إحنا عندنا كانت للفرعون، هم عندهم كانت الملكية للأفراد. طيب تحرر العراقيين الدقة والعدالة. اهتموا بالدقة والعدالة في معاملاتهم التجارية. ازاي؟ عن طريق استخدام الأختام والمكاييل. ركز يلا ما تسرحش يلا. البلاد التي كانت تكلف نقل البضائع العراقية إليها أقل، التكلفة بتاعت نقل البضائع كانت قليلة. مين؟ الشام وبلاد فارس. طيب عرفت العراق الأسلحة المعدنية العسكرية، وهذا دليل على ان هم عرفوا أسلحة بتتصنع من المعادن. دليل على ايه؟ السياسة الخارجية والرغبة في التوسع، ان انا اصنع سلاح واصنع سلاح من معادن واطورها، معناها كده ان انا بحارب ياما وعندي سياسة خارجية. تعددت الصناعات في العراق. ايه دلك على كده؟ المواد الخام، انا عندي مواد خام متنوعة، يبقى انا عندي صناعات كتير. يوجد ربط بين الزراعة والصناعة. أنا عايز حاجة تربط بين الزراعة والصناعة. عندك صناعة الأدوات الزراعية، صناعة المنسوجات. نشأت التجارة بسبب الموقع المتميز. منطقة جرزة بيقول لك هل يوجد علاقة تجارية بين مصر والعراق؟ أقول له حصل. أقول لك بدليل الحصول على 4 أختام اسطوانية. العلماء وهم والأثريين بيدوروا في منطقة جرزة في الجيزة، لقوا 4 أختام اسطوانية، ختم اسطواني. طب الأختام دي تعود لحضارة اسمها الوركاء وجمدة نصر.
طب ايه حضاره الوركاء وجمدة نصر؟ قال لك دول حضارات عراقيه، لما الاقي اختامهم موجوده في مصر يبقى دي دليل على تبادل اقتصادي، اختام سلع ومنتجات. طيب المنفذ البحري المباشر للعراق، اقول لك الخليج العربي. ارتبط توسعات العراق طرديا، يعني العراق توسعاتها بتزيد كلما زادت الصناعه والتجاره. طيب الحياه السياسيه، الحياه السياسيه ما عرفوش حاجه اسمها الدوله الموحده. يعني ايه؟ اقول لك الدوله السومريه كانت سومر وأور ولجش. طب بعد كده بدأ يظهر كلمة الدولة الموحدة مع ظهور الدولة الأكادية اللي هو مين؟ سرجون الأول. يبقى تكونت من دويلات صغيرة مستقلة وهي الدويلات السومرية، وسقطت بسبب الأطماع، وتميزت بعدم النضج السياسي ده ايام الدوله السومريه لحد ما ظهر سرجون الكام الاول. سرجون الاول شبه فيليب المقدوني، شبه الاسكندر. ليه يا استاذنا؟ وصلوا للنضج السياسي وعملوا دوله موحده. طيب كان الملك بمثابه الوكيل للمعبود. يعني ايه؟ بالنسبه لهم كان في المعبود ده اللي بيحكم، ده معبود في خيالهم، ده اللي بيحكم الاله بتاعنا. طيب امال مين الحاكم اللي ممشي كلمته علينا؟ ده نائب عن الاله، يعني الاله بيحكم ده في دماغه، ده الحاكم الاساسي. طب المعبود ده نائب عنه كده، واحد بيمشي لنا حل. يبقى اتسمت صفه الحياه السياسيه بالطبع الايه؟ الديني، ربط الدين بالسياسه. طيب ودليل على ذلك تعدد الالهه في بدايه عهد السومريين. طيب الخدمه العسكريه مهمه جدا عشان يقول لك السياسه والجيش، كانت في عهد حمورابي الزامي. حمورابي ده الدوله الايه؟ هقول فكر معايا، اول دوله السومريه لا، الاكاديه لا، طب حمورابي اللي بعدها البابليه. جدع. وقت الحرب يبقى الزامي وقت الحرب، بعد كده بقى في العهد الاشوري بقى دائم على طول. طيب اختلفت التجنيد يعني في العهد الاشوري عما سبقوه بمده التجنيد. الحياه الاجتماعيه، طب كنا بنتكون من كام طبقه؟ باشا كنا بنتكون من 3 طبقات. الطبقه الاولى الناس الاغنياء اللي خاربينها ومعاهم فلوس قد كده وناس لهم احترام وتقدير، اللي هم رجال الدين. ايه ده رجال الدين؟ يبقى الطبقه العليا كانت تتميز بالسلطه الدينيه. طيب وكان يعطون الصفه الشرعيه للملك بحكم البلاد. عشان افهمك، احنا قلنا الملك هو نائب عن الاله. قوه البلاد الاقتصاديه تمثلت في الطبقه الوسطى. ليه بقى؟ عشان الصناع والتجار طبقه وسطى، لو الطبقه الوسطى قويه يبقى البلد قويه. طيب الطبقه الدنيا ضمت اسرى الحرب عسكري، يبقى الطبقه الدنيا ضمت حاجات عسكريه، ايه؟ اسرى الحرب. طيب وضمت الفقراء واصحاب الديون سبب اقتصادي. يعني ايه يا باشا؟ يعني انت لو انت واحد صاحبك مستلف منك فلوس مش عارف تسددها له، يبقى انت طبقه دنيا، طبقه فقيره، انت عليك دين. يبقى انا لو في العراق وحد عايز مني فلوس انا طبقه دنيا. طيب روح بقى لصاحبك اللي مسلفك 5 جنيه اديها له بسرعه. طيب العبيد، اذا الطبقه الدنيا كانت الاكثر العبيد اللي هم عسكريه واقتصاديه، يبقى الطبقه الدنيا دي تتكون من حاجات عسكريه وحاجات اقتصاديه. تاثرت الطبقه الدنيا في بلاد العراق بسبب الحروب اللي هو اسرى الحرب. طيب الحياه الدينيه، المعبود ايه يا استاذنا؟ مين المعبود؟ كان عندي كذا معبود. طب اشهر معبود، المعبود هو حاكم المدينه، هو اللي بيحكمنا، الاله بتاعنا هو اللي بيحكمنا، هو حاكم المدينه الحقيقه الذي ربط الدين بالسياسه، دليل على تغلغل الدين في السياسه. وما تنساش الذكورات هقولها كمان شويه. من خلال تتويج الملك في المعابد، خلي بالك المعابد هي الذكورات. طيب المعابد كان ليها كام دور؟ ليها دور اللي هي المعابد، خلي بالك بيجي يقول لك ذكورات، ليها دور سياسي تتويج الملك، ده سياسي ان انا اخلي الملك هو اللي يحكم. ليها دور ديني اقامه الشعائر الدينيه. ليها دور ثقافي تعليم الافراد. احنا كده قلنا كام دور؟ 3. بالاضافه الى كده حفظ السجلات والعقود. وظهرت وظيفه جديده للمعبد مع زياده وظائفه بعد اختراع الكتابه المسماريه. يبقى ظهرت وظيفه جديده للمعبد مع اختراع الكتابه المسماريه على يد الدوله السومريه. طيب تشابهت الحضاره العراقيه مع المصريين في تعدد الالهه، عندنا الهه كتير ما شاء الله، اللي عايز يعبد حد يعبده، والايمان بالبعث والخلود. طب يا استاذنا الثواب والعقاب، اقول لك لا ماليش دعوه بثواب وعقاب، انا قلت لك انا مؤمن ان انا هموت واحيا تاني. الحساب بقى بعد الموت دي كل حضاره بدماغها. اهي اختلفت الحضاره العراقيه مع المصريه في عدم معرفتهم توحيد الالهه والايمان بالبعث والخلود. يعني ايه؟ احنا عرفنا توحيد الالهه اللي هو اخناتون، واحنا كنا بنامن الحساب بعد الموت، هم احنا هنموت ونحيا، ايه هيحصل ايه بقى؟ الله حكايتهم بقى، الله إيه اللي يحصل. طيب كبير المعبودات
عشتار. مين يا مستر عشتار دي؟ دي ربة الحب والحرب. تيجي في اول العلاقه قلبي وروحي واي اتنين مخطوبين قلبي وروحي يا روحي وحياتي ويا سكر نباتي. بعد كده يبدا بقى المشاكل الحرب. يبقى عشتار دي بتاعت مين؟ حب وحرب، وهو معبود عالمي وانتقل لمصر في عهد الدوله الحديثه رمسيس الثاني. حدث تواصل ديني في الدوله الحديثه بعد انتصار رمسيس الثاني على الحيثيين في معركه قادش. الحياه الثقافيه. الثقافه، هل العراق اهتم بالثقافه؟ اقول لك اول حاجه الحضاره السومريه، اقدم شعوب العراق اللي هي ما كانوش حاجه مستقل. طب حصل ايه؟ لها اهميه ثقافيه حيث انهم ساهموا خلال اختراع كتابه اسمها الكتابه المسماريه، الواح من الطين عليها اشكال تشبه المسامير. ساهمت البيئه الفيضيه في العراق الى توفير بعض ادوات الكتابه، قلت لك الواح من الطين. تعتبر الكتابه المسماريه من النقوش الغائره وليست البارزه، خلي بالك السؤال ده مهم قوي. تعتبر الكتابه المسماريه من النقوش الغائره. ظهر وظيفه جديده للمعبد اللي هي زياده وظائف الذكورات لما عرفنا الكتابه المسماريه. قصه الطوفان تشبه مع قوانين حمورابي من الناحيه التاثير بالعقائد الدينيه. قصه الطوفان بتحكي قصه سيدنا نوح بس بطريقه مختلفه شويه. طيب، برع العراقيين القديم في علم الفلك التقويم الشمسي. طب مين اكتر ناس استفادوا من التقويم الشمسي؟ الفلاحين، الزراعه. العراقيين تفوقوا على المصريين في وضع التقويم الشمسي لانهم وضعوه كاملة. يعني ايه او كاملا؟ يعني ايه يا استاذنا؟ العراقيين لما جم حطوا التقويم ما سابوش ولا اي حاجه وراهم. احنا حطينا تقويم، هم حطوا تقويم مش كاملا. الحياه الفنيه. طيب، العماره. الاشوريين برعوا فيها حيزاء الملك سنحريب اللي عمر مدينه نينوي. الدولة البابلية الحديثة اللي هو نبوخذ نصر الثاني اللي عمل حدائق بابل المعلقة وبرج بابل اللي هي بتعد قمة الازدهار. وحدائق بابل دي من عجائب الدنيا السبعة. اشمعنى يا عم محمد كرم؟ عشان برعوا في تصميماته الهندسية. بيقول لك ايه؟ برج بابل يتشابه مع هرم سقارة ان هما الاثنين مدرجين وفي عمارة فنية ومعمارية. النحت، برعوا جدا في النحت الصيران المجنح. طيب، اشهر تميزت بالدقة والمهارة قال عليه مثل ايه؟ اللوحات الفنيه ببلاد العراق، صور الحيوانات دليل على تقدمهم. الحيوانات المجنحه اللي هو ايه؟ الثيران المجنحه، الطور اللي بجناحين شبه مين؟ ابو الهول. وتمثل تمثيل الاشوري للثور مجنح. ماشي، تبادل حضاري. يوجد تشابه بين الحضاره العراقيه والمصريه في نحت الثيران المجنحه. الرسم، النقش ارتبط بحياة العراقيين العسكرية، نقش انتصاراتهم وترفيهية رحلات الصيد. يبقى تاني ارتبط النقش بمجالين ايه؟ العسكري والترفيهي. العسكري والايه؟ والترفيهي. يبقى خلي بالك السؤال ده برضو مهم. التواصل الثقافي، تأثرت مصر بالعراق. احنا تأثرنا وعملنا ايه؟ استخدمنا الاختام، رسم الحيوانات المجنحة. هم قلدونا في ايه؟ تأثرت العراقيون. الهرم المدرج والذكورات اللي هي المعابد. تصمم المعبد العراقي دليل على شكل المعبد العراقي دليل على ايه؟ التواصل الحضاري بين مصر والعراق. ده سؤال مهم قوي بيجي كتير. حدث تواصل ديني اللي هو عباده عشتار في الدوله في الاسره 19 رمسيس الثاني اللي هي الاسره 18 والاسره 19 وحور محب خاتم مصر اللي هي الدوله الحديثه. صح يا شباب؟ كده خلصنا الدرس الاول. انا عندي كام درس مكرر شهر؟ 3. نخش على الدرس الثاني اللي هو حضارة بلاد العراق. الدرس الثاني عندك بيكلمني عن ايه؟ عن حضارة فينيقيا. ملكة فينيقيا قال لك يا باشا فينيقيا هم اول شعب سكنوا البحر المتوسط. فينيقيا دول لما سكنوا البحر بدأوا يطلعوا من المية كائنات بحرية لونها احمر. فجم اليونانيين اللي هم الاغريق، ايه ده؟ انتوا ايه اللون ده؟ ده انتوا فينيكس، ده انتوا الاغريق اللي هم ايه؟ انتوا قصدي الفينيقيين اللي هي الصبغه الحمراء الارجوانيه. يقول لك تميزت بان هي حضاره شرق البحر المتوسط، اول ناس سكنوا البحر. تعد قاره اسيا اكثر القارات التي تميزت بقيام اكبر عدد من الحضارات. طيب، سميت بهذا الاسم بسبب التواصل الحضاري اللي هو قلت لك مع مين؟ مع بلاد اليونان اللي هو جنوب اوروبا. سميت بهذه بسبب النشاط الاقتصادي اللي هي الصبغه الحمراء الارجوانيه. كانت مدينه فينيقيا مدينه بحريه تطل على السواحل ما عدا مدينه بعلبك. كل مدن فينيقيا بتطل على البحر، حتى قرطاجة اللي عملوها في تونس. امال يا استاذنا في ايه؟ اقول لك بعلبك دي المدينه الوحيده الداخليه، حتى لما اتكلم عن التجاره البريه هقول لك بريه بعلبك. تتشابه مع الحضاره المصريه في لعب دور الوسيط تجاريا وحضاريا. طيب، اول حاجه نمسك المدن الفينيقيه. طب انا عندي بص،
سور، أوغاريت، أوغاريت، جوبيل، جوبيل، جوبيل. تعال نمسك واحدة واحدة. وفي فينيقيا وفي كورتيج أصلي. طيب أول حاجة لسه معلومة هنا فوق، صيدا مركز الزعامة، يعني كبير الفينيقيين صيدا، أكبر مدينة فينيقية صيدا، مركز الزعامة صيدا، لسان ساحلي صيدا. طيب مين قوة؟ قال لك سور، من اسمها مدينة سور هي مركز الزعامة. بيقول لك ايه؟ فشل نبوخذ نصر الثاني في احتلال مدينة سور بسبب القلاع والحصون المتمثلة في قوة أسوارها. طيب مدينة أوغاريت تشبه مدينة طيبة ليه؟ عشان هي مركز الفن والعمارة، يبقى أغاريت فن وعمارة. مدينة أوغاريت عبارة عن موقع لوجستي، يعني يا أستاذنا يعني موقع مهم، شحن وتفريغ ومحطة تجارية، يعني موقع تبادل تجاري، يبقى أوغاريت تجارة وفن وعمارة. طيب جوبيل أكثر المناطق لها علاقة بمصر، وهي وجود جاليات مصرية بها مرتبطة بمجال التجارة. ايه ده أستاذنا؟ يعني لو قال لك تجارة أقول نقل بضائع أوغاريت، لو قال لك مصر وعلاقة بمصر أقول جوبيل. تمثل تماثيل بمدينة جوبيل عليها أسماء فراعنة مصريين. ايه ده أستاذنا؟ ايه اللي ودى تماثيلنا اللي عليها أسامي الفراعنة لجوبيل؟ أقول لك دليل على التواصل الحضاري بين مصر وإيه؟ وفينيقيا. عثر في مدينة جوبيل على أقدم أبجدية في الوطن العربي، يبقى ده دور ثقافي اللي هو دور اقتصادي. طب ثواني يا أستاذنا، يبقى كده جوبيل لها علاقة كبيرة بمصر؟ أقول لك حصل. يبقى جوبيل لها علاقة قوية بمصر؟ حصل. جوبيل يا أستاذنا لقينا فيها أسامي فرعونية؟ أقول لك حصل. جوبيل لقينا فيها أقدم أبجدية. طب مين مركز الزعامة؟ صيدا. طب المتحف سور؟ سور اللي فشل نبوخذ نصر الثاني احتلالها. طيب ثقافة وفن بقى وشحن وبضاعة وتجارة؟ أوغاريت. صعبة يا شباب؟ طيب تعالى بقى نبص على كورتيجا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حضاره فينيقيا، تعالى بص كده هنا يا باشا، ده البحر ده هنا كده حضاره فينيقيا، ده كده البحر المتوسط. طب انا بتاجر مع بلد هنا، همشي كل ده؟ لا. طب اعمل ايه؟ اقول لك اجي هنا اعمل مدينه او اعمل حضاره في تونس اسمها مدينه كورتيجا، يبقى تعد كورتيجا مستوطنة فينيقية. وعلى فكرة مش هي بس، هم عملوا مستوطنات تانية كتير، لأنها كانت عبارة عن محطة تجارية وفيها مرسيين، مرسى حرب ومرسى داخلي. كانت المدن الفينيقية تقع في الشرق على الساحل البحر المتوسط. طيب وبدأوا يعملوا مستوطنات ليهم فين؟ في الغرب، تقع على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. العامل المشترك بين التوسعات الخارجية في كل من العراق وفينيقيا هو الاتجاه نحو الغرب، عشان كلهم في الشرق. طيب سقوط فينيقيا. جاء أول غزو ومحاولات احتلال من الشرق على يد الكلدانيين. نبوخذ نصر نجح ولا فشل؟ فشل. طيب بعد كده الفينيقيون ظهر لهم غزو اللي هم الإغريق وتم احتلالهم. طب بعد ما الإغريق جاء الروم. طب بعد الروم بص بعد كده ايه؟ احتل الإسكندر فينيقيا ثم اتجه إلى مصر واحتلها ثم اتجه للعراق. يبقى دلوقتي يا شباب الإسكندر سيطر على مصر والعراق وفينيقيا كمان برضو، بس بدأ بمين؟ بفينيقيا. طب الفتح الإسلامي خلص العراق منين؟ من الفرس. يبقى يا عراق المسلمين جم خلصوكم منين؟ قال لك من الفرس. طب يا فينيقيا احنا خلصناك من مين؟ قال لك الروم. ايه ده استاذنا؟ انت لو خدت بالك ان الاسكندر عدى على كله، ايوه ما هو تشابهت الحضاره الفينيقيه والعراقيه في الحكم، الخضوع للحكم الغربي اللي هي مين؟ الاغريق، السلوقيين، الروم، كل دول غرب. طيب لاحظ ان قرطاجة سقطت على يد الروم مباشره. قشطه، ما عدتش الاول على الاغريق، هي الروم قضت عليه على طول. طيب الاقتصاد، بدام هتكلم على الاقتصاد يبقى زراعه، صناعه، تجاره. بيقول لك اثرت الطبيعه الجبليه على النشاط الاقتصادي او على نشاط فينيقيا. فينيقيا على البحر، يبقى نشاطها الاول الزراعه؟ اقول لك لا طبعا. طب الصناعه برضو لا، يبقى نشاطها الاول التجاره. الدروس المستفاده من الفينيقيين في تنوع انشطتهم الاقتصاديه، بالرغم من الصعوبه دي ان هم قدروا يستغلوا الموارد صح. طيب نمسك الزراعه، كانت كتيره ولا محدوده؟ بقول لك على البحر، على البحر المتوسط، يبقى اكيد الزراعه كانت محدوده بسبب الطبيعه الجغرافيه. بداوا يزرعوا سفوح جبال لبنان. يعني ايه ده استاذنا؟ بداوا يزرعوا اللي هي اول قطع، اول جزء تحت كده في الجبال، لتغلبهم على الطبيعه الجغرافيه. ما انا عايز اوفر حاجتي من الزراعه، اعمل ايه؟ بس خلي بالك زرعوا الحبوب الغذائيه في المناطق السهليه، والاشجار هي اللي كانت على سفوح الجبال. ودينا على مشاكل ماشي. وهناك شبه بين العراقيين والكلدانيين اللي هي حدائق بابل المعرقه. قشطه. اهم المحاصيل المترتبه بالامن الغذائي هي
الحبوب. طب كنت بزرعها فين؟ في المناطق الساحليه. الرمان ادخلوه الى قرطاجة شمال افريقيا. يبقى مين اللي دخل زراعه الرمان لشمال افريقيا؟ الفينيقيين. تربيه الحيوانات، قاموا تربيه الاغنام والمواشي، وهذا يعني على ان عندهم مراعي طبيعيه. الصناعه. طيب الصناعه بقى دي مهمه قوي. ليه؟ صناعه الغزل والنسيج. ان انا اصنع غزل من النسيج معناها ان انا اعرف اسرار الماده الخام، ان انا جبت القطن وبدات اصنع غزل ونسيج. طيب وبراعتهم فيه ده ان هم بداوا يطوروا من نفسهم. طيب الصوف والحرير منتجات حيوانيه. طيب القطن والكتان منتجات زراعيه. بس لو خدت بالك ان هم طلعوا كل مواد الخام بتاعت الملابس. صناعه الثياب المزخرفه اللي هي الملابس المزخرفه. طب كانوا بيجيبوا الزخارف دي منين؟ من اصباغ الصبغه الحمراء الارجوانيه. الصناعات الزجاجيه، زجاج يبقى اكيد جابوه من مصر، بس على فكره اثبتوا كفاءتهم عن مصر، يعني صنعوا وبرعوا جدا في الزجاج. تشابهت الحضارتين المصريه والعراقيه في المنسوجات والاسلحه وادوات الزينه. طيب التجاره اساسهم، انا دلوقتي قايم على البحر المتوسط، يبقى اساسي ايه؟ اساسي التجاره. كانت النشاط الاقتصادي الاول لفينيقيا، يبقى التجاره كان اساس فينيقيا. كانت العامل الرئيسي لاتجاه الفينيقيين نحو البحر. ايه السبب اللي خلاهم يروحوا البحر؟ قال لك طبيعه بلادهم الجغرافي ومظاهرهم الجبليه. انا عندي جبل، فانا ورايا جبل وقدامي ميه، اروح اطلع الجبل؟ لا مش هقدر، خلاص انا الميه اسهل. نستنتج من خريطه فينيقيا ان مدينه بعلبك اللي مسؤوله عن النقل البري، الباقي كله نقل مائي. قامت بفتح اسواق خارجيه جديده بفضل مهارتها وبراعتها في مجال الصناعه. ما هو انا لو مش متقدم في الصناعه ما كنتش هصنع سفن. طيب والسفن على فكره تعرج السواحل ووجود الاخشاب هو اللي خلاني اقدر اصنع سفن. استقر الفينيقيين على الشريط الساحلي الضيق واتجهوا الى البحر، ساعد ذلك وفره الغابات الطبيعيه. ادى الموقع المتميز بين الشرق والغرب الى اهتمام الفينيقيين بالصناعه واهتموا خاصه بالتجاره. قرطاجة اثارها المتبقيه دليل على اهتمامها بالاساطيل الحربيه. قلت لك قرطاجة كان فيها مرسيين، مرسى داخلي ومرسى حربي. ارتبط ازدهار التجاره بازدهار الصناعه، هصنع السفن فاحتاج اكتر. احتل الفينيقيين راس المثلث الحضاري اللي قلناه في اول الدرس بين حضارات الشرق، مما مكنها في القيام بدور الوسيط الحضاري. اعتمدت التجاره بين العراقيين والشام على الطريق البري جنب بعضينا اللي هي مدينه بعلبك. نشطت حركه الملاحه الفينيقيه وتطورت نتيجه ايه؟ الظروف الجغرافيه وانشاء المستعمرات. طيب يا استاذنا، تعددت الدوافع التي الهمت الفينيقيين لاختراع حروف. ايه الحاجات اللي خلت الفينيقيين عايزين يخترعوا حروف ويخترعوا كتابه وكده؟ احنا قلنا نشاطهم الاساسي ايه؟ التجاره. طب انا لو تاجرت مع ده وده وده اللي باقي كذا وده اللي باقي كذا وما كتبتش هنسى. طب انا اعمل ايه؟ يقول لك احسن حاجه اكتب اللي عليك واكتب اللي ليك. طب انا عندي دوافع خلتني اخترع الكتابه اللي هي اتساع نشاطنا لايه؟ بيقول لك ايه؟ موقع بلاد فينيقيا سلاح ذو حدين. ان انا قدامي بحر وورايا جبل، ده سلاح ذو حدين. ليه؟ قيامها بدور الوسيط الحضاري بس سلبي، تعرضها للغزو الخارجي. ما انت دلوقتي انت على اول البحر يلا غزو على طول. طيب نجحت فينيقيا في فتح اسواق خارجيه جديده. طب بفضل ان هم صنعوا، قلت لك الصناعه هي اساس التجاره. ادى موقع فينيقيا بين الشرق والغرب الى قيامها بدور حضاري واهتم الفينيقيين بالصناعه. احتل الفينيقيين راس ده لسه قايلينه اللي هو وسيط تجاري. التواصل الاقتصادي مع مصر، هل كان في تواصل اقتصادي بين مصر وفينيقيا؟ اقول لك ايوه. بدأ التواصل بين مصر وفينيقيا في عصر الدولة القديمة لما الملك مين؟ سنفرو، ملك يا عم سنفرو، قال لك انا عايز اجيب خشب ارز. قال لك يا باشا طب اجيب خشب منين؟ من فينيقيا، لقينا كل ده على حجر باليرمو. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه؟ حدث تواصل مره ثانيه، يبقى اول مره قديمه امتى؟ في عصر الدوله الحديثه. مين؟ رمسيس الثاني بعد انتصاره في قادش، كان ما شاء الله تواصل مع كله. حدث تواصل للمره الثالثه، عد معايا، نخاوي الثاني لما جاب ناس من الجغرافيين او جاب ناس من الفينيقيين للدوران حول افريقيا لمده 3 سنوات لاكتشاف الطرق. البحارة الفينيقيين في رحلة نخاو توغلوا في البحر الأحمر ثم المحيط الهندي ثم الأطلنطي ثم البحر المتوسط. تم الاستعانة بالخبراء الأجانب وجلب منتجات إفريقية إلى مصر في عهد نخاو. يبقى أنا شباب التجارة عندي مرت كم مرة تاجرت معاهم؟ أقول لك 3 مرات. أول مرة أيام الدولة القديمة اللي هو الملك سنفرو، تاني مرة أيام الملك رمسيس الثاني، ثالث مرة في العصر المتأخر أيام أو عصر النهضة أيام الملك نخاو. طيب الحياة السياسية، لم تعرف المدن الشرقية الوحدة السياسية، ما كانش عندهم حاجة اسمها دولة موحدة. ايه ده استاذنا؟ يعني يوجد اختلاف بينها بين سرجون، اقول لك سرجون والدولة الأكادية ومينا ومصر. طيب والنضج السياسي يبقى شبهه مع مين؟ السومريين اهي.
كانت المدن الفينيقية مستقلة عن بعضها بسبب تفضيل المصالح الشخصية. كل مدينة صيدا، سور، جبيل، أغاريب، بيروت، بعلبك، كل مدينة عايزة تعمل ايه؟ لا يا باشا مصلحتي الشخصية، على ابو اي حد، مصلحتي دي تفكيرهم. طيب تميز نظام الحكم في فينيقيا بالفصل بين السلطات. طب انا كان عندي كام نظام؟ فينيقيا كلها نظام شبه ملكي. طيب باقي المدن في قرطاجة كان نظام جمهوري، حيث الكهنة كانوا يساعدون الملك في إدارة شؤون البلاد. ودليل على ذلك توغل الدين في الحياة السياسية مثل مجلس الشيوخ اللي هو كان له سلطة تشريعية، وكان بيتكون في مجلس الشيوخ الكهنة. افتقدت المدن الفينيقية شرق حوض البحر المتوسط نظام الحكم الديمقراطي لعدة أسباب، منها طريقة تولية الملك طريقة توليته ما كان وراثة، ما كانش لها علاقة بالنظام الديمقراطي، واقتصار الحكم على فئة محددة. اختلفت المدن الشرقية مثل صيدا عن المدن الغربية مثل قرطاجة في نظام الحكم اللي هي حياة سياسية، ده شبه ملكي وده جمهوري. لاحظ أن قرطاجة سقطت على يد الروم مباشرة، خلي بالك من المعلومة دي. مدينة قرطاجة آثارها المتبقية دليل أن هي تم بالأسطول الحربي متكررة. اختلف النظام السائد في مصر عن فينيقيا. فينيقيا يا باشا نظام شبه ملكي، احنا عندنا نظام فرعوني. التواصل السياسي والعسكري، هل كان في تواصل سياسي وعسكري بيننا؟ اقول لك اراد المصريين السيطره على فينيقيا، ايوه طمعانين فيها وطمعانين في غايه. اقول لك لا يا حبيب قلبي، احنا ما اردناش نسيطر على فينيقيا عشان طمع، احنا علشان ان بالنسبه لنا هي موقع استراتيجي وخط دفاع مصر جدا. طيب ارسال حملات عسكريه، انشاء قلاع وحصون في فينيقيا. اشترك الفينيقيون مع المصريين في عهد تحتمس الثالث في معركه مجده. طيب وكان الفينيقيون بمثابه استراتيجي لموقع مصر، وخاصه فقدنا السيطره دي في عهد امنحتب الرابع. ليه؟ لما امنحتب الرابع او اخناتون جه قال لك يا باشا احنا هنعمل ثوره دينيه، فاهتم بالثوره الدينيه واهتم بتوحيد الاله وكبر دماغه من فينيقيا، فقدنا السيطره عليها. يبقى فقدت مصر القديمه خلال الاسره ال 18 نفوذها في سوريا لاسباب دينيه. قام المصريين بالسيطره على فينيقيا والمناطق المجاوره بهدف حمايه المجال الحي او حمايتها من الاخطار الخارجيه. سعى ملوك مصر الفرعونيه بإيجاد علاقة مختلفة مع فينيقيا لحماية المجال الحيوي بمصر والاستفادة من خيراتها. الحياة الاجتماعية، عندي كذا فئة أقول لك يا باشا، أي مجتمع طبقي. الفئات التي تشابهت في مكانتها الاجتماعية في الهرمين الاجتماعي في العراق وفينيقيا، الموظفين والحرفيين، فضلوا هم فئة في النص. اختلفت فئة التجار في الهرم العراقي والهرم الفينيقي. ليه؟ في العراق كانت في الطبقة الثانية، بينما في الفينيقيين الأولى. يبقى التجار في فينيقيا أول رقم واحد عشان أول حرفة عندهم التجار، أما في العراق الطبقة الثانية. طيب يدل وجود الكهنة في أعلى تقسيم طبقي على تعدد أدوار الدولة وتغلغل الدين في السياسة. الفئة التي لعبت دور مزدوج اقتصاديا وسياسيا هو الأغنياء، دايما الغني طبقة عالية دايما. الدين دي قصة. عملوا ايه؟ عبادة الظواهر الطبيعية، تعدد الآلهة، اعتقاد في البعث والخلود، عبدوا عشتار زيهم. يبقى مصر والعراق وفينيقيا الثلاثة اتفقوا مع بعض على كده. طب الاختلاف بقى هنا يا باشا، كبير المعبودات كان اسمه إيل، ده كان ايه؟ ده كبير المعبودات، ده خاصة بالشؤون الدينية. طيب في مرة رب الخصب والنماء اسمه بعل، ده مسؤول عن الزراعة، خصب ونماء، بيتمشى في الأرض بتاعته، في الأرض بقى بيكبرها كده، قابل ايه؟ واحدة كده لذيذة اسمها عشتار. ايه ده مستار؟ مش عشتار دي بتاعت العراق بتاعت ربة الحب والحرب؟ اقول لك ايوه، بس في العراق حب وحرب. سابت العراق وراحت فينيقيا، سموها ربة الخصب والنماء. مالها؟ ماشية بتتدلع، بتعمل ايه؟ بتكبر الأراضي الزراعية وكده. مين قابلها؟ بعل. نظرة مش عارف ايه، في ابتسامة، هاتي رقمي خدي رقمي، حبوا بعض اتجوزوا. يبقى بعل اتجوز عشتار، يبقى مالها عشتار؟ ربة الخصب والنماء. واختلف دورها في فينيقيا عن دورها في العراق، وهي زوجة بعل. ارتبط عبادة عشتار عند الفينيقيين قديما بالنشاط الزراعي. المعبود أودونيس أو أذن هو القوة المتجددة للشمس بعد هزيمة الشتاء. كان عندهم اقتناع إن الشمس كل سنة بتتخانق مع الشتاء. طب ايه اللي بيحصل؟ الشتاء يجي يعمل غيوم يمنع الشمس، يبقى كده الشمس خسرانه، يزعلوا. طب لما الشمس تنتصر، ادي كده جددت، تخسر تنتصر، تخسر تنتصر. ده المعبود. عشتار معبود عالمي، عرفه في العراق وفينيقيا ومصر. هل كان في تواصل ديني؟ اقول لك حصل. تاثرت الحضاره الفينيقيه بالحضاره المصريه في عقيده البعث والخلود. طب يا مستر الحساب، اقول لك اوعى تقول الحساب يا باشا، كل حضاره كان ليها تفكيرها. وعلى فكره فينيقيا كان الحساب بالنسبه لهم غامض. تشابهت الحضاره الشرقيه
الحضارات الشرقيه العربيه الثلاثه في الاعتقاد في البعث بعد الموت وعباده اشتار. تاثرت فينيقيا بالاساطير ايزيس واوزوريس وبعل واشتار. طيب الحياه الثقافيه والفكريه، هل كان في ثقافه وفكره؟ اقول لك طبعا. اشتق الفينيقيون حروفهم الابجديه من الكلمات المصريه، يبقى الفينيقيين لما جم عملوا اقدم ابجديه اقتبسوا من الهيروغليفي وحطوها مع اختلاف طريقه الكتابه. طيب اخترع الفينيقيين في مدينه جوبيل الحروف الابجديه الهجائيه اللي اثرت على نشاطهم الاقتصادي. مدينه جوبيل فينيقيا رأس المثلث يدلن انهم تقدموا في اسهاماتهم الثقافيه اللي هي ايه؟ اقدم ابجديه. اهم ما قدمه المثلث اللي هي فينيقيا والعراق ومصر الحفاظ على والاسهامات الثقافيه. طيب قدم الفينيقيين نتيجه حضارتها انعكاس على الحضارات التي عاصرتها. ازاي يا استاذنا؟ مدينه جوبيل كانت اكتر مدينه فيها تواصل. الحضاره الاغريقيه والحضاره الفينيقيه لم تقف عند مرحله النقل بس، ولكن بداوا يقتبسوا من الكتابات وبداوا يطوروا، يعني هم بداوا يقتبسوا ويطوروا. مدينه جوبيل كان يسكنها بها جاليات مصريه وهم بداوا يكتبوا اساميهم بالكتابه الهيروغليفيه. ده تواصل. الدرس الثالث شباب، كده خلصنا الدرس الاول والثاني في اهم النواتج. الدرس الثالث بيكلمني عن حضاره بلاد اليونان. طيب افهمك اليونان دي فين؟ احنا كده اتكلمنا هنا فينيقيا، هنا العراق، هنا كده اليونان. طب يا يونان انت فين؟ قالت لك انا في جنوب اوروبا. طب يا يونان موقعك متميز؟ موقعك متميز، هيسهل لك التواصل مع حضارات الشرق. طب يا يونان ايه الاماكن اللي هتوصلك بدون الشرق؟ قال لك جزيره اسمها كريت وجزيره اسمها قبرص. يبقى اشهر مدينتين هيوصلونا كريت وقبرص. اليونان بيتقال عليهم الاغريق، بيتقال عليهم المقدونيين، وهفهمك واحده واحده. بيقول لك اول حاجه اليونان ظهر فيها 3 حضارات: اثينا، سبارتا، كريت. طيب الاغريق سكان بلاد اليونان في جنوب اوروبا، تواصل مع الحضارات الشرقيه بفضل موقعها المتميز. كريت وقبرص جنوب شرق اوروبا، هي المناطق التي شهدت النواه الاولى. كانت بلاد الاغريق بمثابه المعلم الاول لاوروبا، هي اللي نقلت الحضارات كلها او نقلت الافكار كلها لقاره اوروبا. تشابهت مع فينيقيا في القيام بدور الوسيط التجاري. اقرب حضاره لها من جهه الشرق حضاره فينيقيا. تاني، يبقى اقرب حضاره لها من جهه الشرق هي حضاره فينيقيا. طيب يقول لك ايه؟ حضاره مدينه اثينا. اول حاجه قابلتني مدينه اثينا، مالها؟ عرفت بالنظام الديمقراطي، عرفت الديمقراطيه. وعلى فكره اشهر ديمقراطيه كانت موجوده في اثينا تشريعات سولون وبركليس. كانت مختلفه عن باقي الحضارات في النظام السياسي. تنوعت الانشطه الاقتصاديه نتيجه تنوع موارد البلاد الطبيعيه. طيب سبارتا نظام عسكري صارم، الشاب من دول يخش الجيش عنده 20 سنه، يطلع من الجيش عنده 60 سنه في عز شبابه. كريت دي اسمها كريت المنيويه اصلا، دي كانت اكتر حضاره ليها علاقه بمصر، يبقى شبه مدينه جوبيل في فينيقيا. تاثرت الحضاره المصريه بها كثيرا حتى لقب ملك كريت بمراكب فرعون اللي كان اسمه مينوس. سبارتا، السياسه في سبارتا كان بيحكمها ملكين، يقول لك قوم على النظام العسكري الصارم، ده عن الجيش هو محورهم. تكون من اندماج بعض القرى الصغيره، قرى اندمجت مع بعض لحد ما تميزوا بالقوه. تشابهت السياسه الخارجيه لسبارتا مع سياسه الدوله الاشوريه، نظام التربيه متشابه اللي هو النظام العسكري الصارم. كان بمثابه صوت العذاب لجيرانها. يعني ايه صوت العذاب يا استاذنا لجيرانها؟ يعني كانت اي دوله جنبها تعرف ان هي هتحتلها غصب عنها بسبب شدتها في الحكم. كانت دوله قويه جدا بتخوف ناس كتير قوي. طيب تمكنت من السيطرة على بلاد الإغريق في منتصف الألفية الأولى. عملت إيه تاني؟ سقطت على يد فيليب المقدوني. ليه قصة كده؟ حصل إيه؟ سبارتا وأثينا اتخانقوا مع بعض. دي ضربت دي ودي ضربت دي وصوتوا لبعض ومسكوا بعض، طق دفخوا بعض. مين كان واقف بيتفرج على المشهد من بعيد؟ فيليب المقدوني. فيليب المقدوني ده أبو الإسكندر. بسبهم يضربوا بعض ويعجنوا بعض، بعد كده تدخل راح ضربهم وعمل الدولة الموحدة اللي هي الدولة المقدونية. فيبقى يقول لك سقط على يد فيليب المقدوني اللي كان بيحكم شمال اليونان. نظام الحكم متعدد الهيئات. طيب تعال نعرف نظام الحكم. اول حاجه الملكين. بيقول لك ايه باشا؟ بعد كده بيكلمك عن الملكين. طب الملكين دول اللي هو الملكين اللي بيحكموا. طب ونتخذهم منين؟ من اكبر اسرتين. اخد اكبر عيلتين، اخد واحد من هنا وواحد من هنا، واقول لك يا باشا تعالى يلا احكم. ده كده تمييز طبقه، كده بميز الطبقات. طيب
ارتبط اختيار السلطة الحاكمة في سبارتا على الاعتبار الطبقي، لسه قايلينها فوق. تميز برفض فكرة الحكم المطلق. احنا رافضين حكم مطلق، بدليل ايه؟ يا عم انت مش عايز ملك واحد، انا عايز اتنين، ده وده يتكلموا مع بعض ونوصل لحكم، يبقى مش عايزين حكم مطلق. طيب كان الملكين سلطتهم سياسية، قضائية، دينية، تشريعية. تدل مشاركة الملكين في مجلس الشيوخ على عدم الفصل بين السلطات، ان السلطات كلها سايحة على بعض. طب تاني بعدها مجلس الشيوخ اللي هو مجلس النواب اللي هو بيحط القوانين، يبقى دي سلطة تشريعية. مجلس الشيوخ له سلطة تشريعية، حلو. طيب تميز مجلس الشيوخ في سبارتا بالفصل بين السلطات. طب يا مجلس الشيوخ انت خدت قرار، قال لك القرار ده اروح اوديه للجمعية الشعبية مهمتها اصدار القوانين وتمثل فصل الختام في اعتماد القوانين ولا لا؟ لا يقولوا اه على القوانين، لا يقولوا لا على القوانين. طيب الرقابة الشعبية دي دليل بعدم الفصل بين السلطات. ليه يا عم محمد كرم؟ اقول لك كان لهم سلطة تنفيذية مثل الملكين وقضائية. طب انتوا ازاي يعني؟ انتوا زيكم زي الملكين؟ بننفذ زيهم. الجيش. طب محور الاهتمام، الشاب من دول يخش 20 سنة يطلع 60 سنة في عز شبابه. وكانت الصناعات ذات أولوية في سبارتا، السيوف والأدوات كانت أهم حاجة عندهم. طيب أثينا والديمقراطية، بيقول لك ايه؟ في البداية نظام ملكي كان بيحكم ملك، قال لك لا الشعب الناس الاغنياء قال لك لا الحوار ده مش جاي معانا سكه، جرى ايه احنا اللي معانا الفلوس وفي الاخر ملك يحكمنا؟ لا احنا عايزين الطبقه الارستقراطيه. لما الطبقه الارستقراطيه حكمت الناس الفقيره بدات تشتكي، يا ايه الناس الاغنياء بس اللي تحكم، فطبقناها نظام ديمقراطيه. قام سكان المجتمع بثوره اسمها ثوره جياع، يعني ثوره ناس مش لاقيه فلوس، مش لاقيه اكل، مش لاقيه تعيش، مش عارفه تعيش خالص بسبب عدم تطبيق العداله الاجتماعيه. طيب عانى الشعب، بيقول لك ايه؟ عانى الشعب في النظام الديمقراطي من الفقر وكثرة الديون، بينما الارستقراطيين حفلات وتكلفة باهظة. ده يدل ان في فوارق اجتماعية. طيب تعال نشوف الديمقراطية عندي بتتمثل في اتنين. اول حاجة سولون، وتاني واحد بركليس. طب مالك يا عم سولون؟ قال لك امتلك سولون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واصدر تشريعات يبقى زيه زي مين؟ حورمحب حمورابي. طيب اصدر تشريعات بيقول ايه؟ انا بشجع استثمار الموارد. طيب انا يا باشا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اوفر فرص عمل لدعم الاستقرار. طيب يبقى تشابهت تشريعات سولون مع حمورابي وحورمحب في اصدار القوانين. طيب بعد كده الدروس المستفاده من تشريعات سولون، انا استفدت ايه؟ والسؤال ده مهم قوي بيجي مقالي واحتمال يجي لك في امتحان الشهر. ادراك قيمه العمل والانتاج، عدم الاسراف والبذخ، ان انا ما اصرفش كتير عشان احدد سعر الحفلات، تحقيق العداله الاجتماعيه، انا لازم ابقى راجل عندي عداله اجتماعيه عشان الشعب ما يعملش ثورات ضدي. جاءت تشريعات سولون ضد الطبقه الارستقراطيه اللي كانت مسيطره وتمثلت في اسقاط الديون وتحديد انفاق الحفلات. بعد كده التشريعات الثانيه اصلاحات بركليس ده اللي هو اتولد في بقه معلقه ذهب، ده كان راجل غني. الراجل ده قال لك لا ولا غني ولا مش غني، الغني هو الله، انا هنزل اتعامل مع الشعب. انضم الى العامه، فالعامه بداوا يحبوه، بقى جزء من الناس العاديه. أدرك أن الأهمية بالتربية السليمة، أهم حاجة رب ابني صح، بدل ما ابني يبقى قاعد بقه معوج ولا بيتكلم بطريقة وحشة، لا أهم حاجة التربية السليمة في المجتمع. ميز الديمقراطية بأنها أتاحت حرية الفكر والإبداع، بدأنا نبدع، بدأنا ننشئ. ده اللي كان بيقوله ويلديورانت، قال لك الحضارة بتبدأ عندما ينتهي الشعور من الخوف والقلق. تمثل السبب الرئيسي من تغيرات نظام الحكم حتى وصل إلى أثينا الديمقراطية التوجهات السياسية للملوك. طيب تقدمت العلوم في العصر الذهبي لأثينا بسبب نظام الحكم السائد، اهتم بركليس بالحرية. طب عيوب الديمقراطية ان هي اقتصرت على فئة محددة واتصفت بالعنصرية. ايه ده استاذنا، هو مش كل الناس احرار كده؟ اقول لك لا، الحرية دي كانت على فئة معينة بس، هم اللي بيطبقوا الحرية. طيب مقدونيا ايه اللي حصل؟ عركة كبيرة بين سبارتا وأثينا، مين واقف بيتفرج؟ مين واقف عمال يتفرج من بعيد؟ الحاج فيليب المقدوني، جدع، ابو مين؟ ابو الاسكندر، ابو الشاب اللي في سن ال20. يعمل ايه؟ يخش يضرب دي رجل ويضرب دي كف وهو يسيطر ويعمل مقدونيا. طيب تزامنت الحرب بين أثينا وسبارتا بالوصول الى ذروتها في العصر الذهبي، يعني أثينا وهي في العصر الذهبي كانت بتتخانق مع سبارتا. تشابه فيليب المقدوني مع سرجون ومينا في توحيد البلاد. كان في تواصل سياسي بين مصر وحضاره اليونان؟ اقول لك ظهر امتى؟ في عصر النهضه، العصر المتاخر. كنا عايزين ناس تساعدنا في الحرب. طيب نعمل ايه؟ نأجر ناس، نروح يونان، ما عندكمش ناس يساعدونا؟ يقول لك والله عندنا بس بالفلوس. فبدأنا ناخد من عندهم جنود مرتزقه، حياه عسكريه. الزراعه،
طيب خلي بالك احنا برضو قايلين ان مقدونيا او البلاد اليونان ظهرت على البحر المتوسط، يعني نشاطها الاساسي زراعه؟ اقول لك لا. طيب تنوعت الانشطه الاقتصاديه بسبب موقعها المتميز الطبيعه الجغرافيه. اثر العوامل تاثيرا في نشاطها الحضاري، تنوعت مواردها الطبيعيه وموقعها الجغرافي. تاثر النشاط الاقتصادي بالطبيعه الجغرافيه زي ما حصل في فينيقيا واليونان، الاثنين موقعهم على البحر المتوسط. تشابهت مع الحضاره الفينيقيه في صغر مساحه الاراضي الزراعيه. طيب الصناعه، قلنا على البحر يبقى اهم حاجه عندهم صناعه السفن بسبب وفره الاخشاب، وعندهم مواد خام، عندهم غابات وعندهم اخشاب زيها شبه مين؟ فينيقيا بالظبط. اثرت الصناعات على تاثيرها بالموقع الجغرافي في بلاد اليونان. صناعه السفن موقعها البحري، صناعه السفن وجود مواني، صناعه النبيذ يدل ان هم زرعوا ايه؟ عنب. كانوا بيصنعوا النبيذ اللي هي الخمره، يجيبوا العنب ويخمروه. بيقول لك ايه؟ عملت بالتجاره، اهتموا جدا بالتجاره بسبب طبيعته. يبقى بقى الشبه بين حضاره فينيقيا واليونان النشاط التجاري، النشاط الاقتصادي. تشابهت مواني اليونان كريت وقبرص مع مواني فينيقيا اوغاريت وقرطاجه. طب محطات تجاريه، محطات تجاريه. قام اليونان بتصدير الرخام والتي تم استخراجه من الجبال. يبقى جابوا الرخام منين؟ من الجبال. قامت بتصدير المعادن مثل الحضاره الفينيقيين. قاموا بتصدير النبيذ والزيوت والرخام، ولا دليل على تحقق فائض. طب قامت باستيراد الحبوب. طب ليه بتشتري حبوب؟ قال لك عشان احقق الامن الغذائي. طب الحبوب كنتوا بتجيبوها منين؟ من مصر اللي هي جنوب البحر المتوسط، وسوريا شرق البحر المتوسط. ايمان بالقوى الطبيعيه وتعدد او قوى الطبيعه وتعدد الالهه. طيب تشابهت مع حضاره فينيقيا في تصوير الالهه على هيئه بشر، يصوروا الاله على هيئه تمثال على هيئه بشر ويبداوا يعبدوه. جبل الاولمبوس. ايه الجبل ده؟ ده جبل كبير، كانوا مقتنعين لو انت بتتفرج على كرتون هرقل، الجبل ده فوقيه الاله زيوس هو واسرته. بيقول لك ايه؟ الاله زيوس يتشابه مع الاله انه اللي هو كبير الالهه، يتشابه مع ايل اللي هو برضه كبير الالهه في المكانه الدينيه. ارتبط الموسيقى عند الاغريق بالجانب الديني بالعقائد، وعلى فكره اليونان كانوا بيؤمنوا جدا 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 بالسحر. اختلفت في الحياه الدينيه عن باقي الحضارات انهم ربطوا الرياضه بالدين اللي هي الالعاب الاولمبيه. طيب هل كان في تواصل ديني بين مصر وبلاد اليونان؟ اقول لك حصل. ازاي؟ تاثر الاغريق بالحضاره المصريه في الجانب الديني، حيث انتقلت اليهم عباده ايزيس. عباده ايزيس دي عباده عالميه شبه عباده عشتار. انتقلت عباده ايزيس لليونان قبل مجيء الاسكندر لمصر، قبل ما يخش مصر اصلا. الثقافيه، تعددت جوانب الحياه الثقافيه والفكريه او الحياه الفكريه، واهمها هي اثينا. استطاع تسجيل انجازاتنا الادبيه نتيجه تواصلها مع الفينيقيين عشان الابجديه الفينيقيه. الفلسفة، تعد الفلسفة اليونانية من أعظم ما تركه الفكر الإنساني، إعمال العقل. أشهر فلاسفة سقراط، أفلاطون، أرسطو. امتى اختار سقراط؟ لما يقول لك العقل في كل شيء، ده سقراط. لما يقول لك تجربة وبحث علمي، أفلاطون. لما يقول لك المعلم الأول وعلوم إنسانية وفلسفة طبيعة وأحياء، حط تحت الأحياء دي 50 خط، اختار ارسطو. يبقى المعلم الاول ارسطو. مدرسه تجربه وجرب وابحث ودور على الحاجه، افلاطون. طب عقل بس، سقراط. طب الادب، عندي 2 من الشعراء، هيمروس وارخيلوخس. هيمروس، ايوه هومروس صاحب الالياذه والاوديسا، ايوه اللي خدها الترم الاول، الادب والتاريخ. ارخيلوس شاعر غنائي. يعني ايه شاعر غنائي؟ يعني بيقول شعر عن طريق اغاني، حماس بقى، غزل. التاريخ يا شباب، انا عندي 4 مؤرخين مهمين. في البدايه اعتمدوا على الخيال في شعر الملاحم والاساطير والمبالغه. اول مؤرخ هيرودوت، ده ابو التاريخ، ده اللي زار مصر في العصر المتاخر. تاني واحد اسمه بوليبيوس. مالك يا عم بوليبيوس ده؟ قال لك يا باشا زار مصر في العصر البطلمي. استرابون ده زار مصر اثناء الاحتلال الروماني لمصر. طيب مش بس كده، ده كمان في العصر الامبراطوري وربط التاريخ بالجغرافيا. طيب تحدث استرابون عن الجانب الطبيعي لمصر، جغرافية مصر. تشابه استرابون مع بوليبيوس في الاهتمام بدراسة تاريخ الحضارة المصرية. طب يا استاذنا انت قلت كده 3، فين الرابع؟ اقول لك لا عيب عليك محمد كرم. العلوم، استفاد اليونانيون بالعلوم المصرية، يعني هم جم استفادوا من العلوم بتاعتنا وتعلموا على ايدينا، ونجحوا في تحويل التجربة والخبرات المصرية الى نظريات علمية. جم هاتوا التجارب اللي عندكم، هاتوا النظريات اللي عندكم، تعالوا انا هطبقها فعلي. استكمل اليونانيون القدماء ما بدأوه المصريين في مجالات العلوم. تقدمت العلوم في أثينا بفضل الديمقراطية. الحياة الفنية، ارتبطت الحياة الفنية بالجانب الديني.
العمارة، اشهر معبد بنوه معبد البراسينيون. النحت، برعوا في النحت فنحت تمثال زيوس اللي يعد من عجائب الدنيا السبعة. طب بعد ما طلعنا النواتج هنطلع كده، خلصنا اول جزء من الفيديو. معلش هو كان جزء طويل شويه وفي لك كتير، بس هو ده النواتج، يعتبر بشرح الدرس بس بطريقه نواتج مش طريقه شرح. طيب اي حد واقف معاه حاجه برده بيكلمني انا بظبطها له. طيب تاني حاجه بيكلمك في ايه؟ بيكلمك عن الاسئله المقاليه، السؤال المقالي الرخم التقيل على قلبنا. ليه يا استاذنا؟ اقول لك كده احنا بنستثقلوه. طيب بيقول لك ايه؟ ما العلاقه بين الطبيعه الجغرافيه لفينيقيا ونشاه اول اقدم ابجديه؟ طيب افتكرها بالعاميه كده، اقول لك الحضاره الفينيقيه اضطرت ان هي تعمل ابجديه عشان تسجل معاملاتها التجاريه. طب ده اقوله ازاي؟ ادت الطبيعه الجغرافيه الجبليه والسواحليه لبلاد فينيقيا لاتصافها بالنشاط التجاري البحري، نتيجه ايه؟ ازدهار التجاره وحاجاتها لوسائل سريعه وسهله لتسجيل معاملاتها التجاريه، البيع والشراء، بدلا من الكتابه المعقده. يبقى هم كانوا بيدوروا على كتابه سهله. طب انا استاذنا مش عارف احفظ الكلام المجعلص ده وعايز ابسطها، اقول لك بسطها وابعت لي الاجابه اقول لك تنفع ولا لا. طيب كانت المعابد الذكورات في بلاد العراق القديمه وظائف متعدده. لما يجي يقول لك هات لي دليل ان الذكورات ليها دور ليها وسائل كتيره، اقول لك ايوه، لم تقتصر على الجانب الديني فقط. ايه يا استاذنا تاني؟ ديني مكان للمعبودات، سياسي تتويج الملك، ثقافي تعليم الافراد وحفظ السجلات، ودي ظهر لما ظهرت الكتابه السومريه. طيب يجي يقول لك ايه؟ استنتج الاثار الناتجه عن سياسه الشده والظلم التي اتبعها ملوك الاشوريين في بلاد العراق. ايه اللي حصل لما الدوله الاشوريه استخدمت سياسه العنف؟ ادت هذه السياسه الى سخط الشعوب، يعني الشعب جاب اخره واتظلم، التي خضعت لحكمهم، مما دفعهم للقيام بثورات متكرره، بداوا يعملوا ثورات كتير، بالاضافه الى اهمال الدوله الاشوريه لثورات البلاد، مما ادى الى نهايه الدوله الاشوريه. طيب لو جاء قال لك كانت مدينه اثينا والمدن الفينيقيه نقطه انطلاق الحضاره الى اوروبا، يعني اثينا وحضاره اليونان كانت هي السبب، وضح كيف حدث ذلك، ازاي ده حصل؟ اقول لك فينيقيا نقلت الابجديه التي اتخذها عن الاغريق، يعني الاغريق راحوا خدوا الابجديه من فينيقيا وعدلوها. طب بعد ما عدلوها، اقول لك بعد ما عدلوها بداوا ينشروها. طب بعد ما نشروها في اوروبا كانت اساس الابجديه الاوروبيه. طيب يبقى انا كده خلصت لك من قصه مين؟ الحضاره الفينيقيه. يبقى تاني فينيقيا جم خدنا الابجديه من اللي خدها الاغريق وعدلوها ونشروها. طب اثينا قدمت للعالم كله مفهوم الديمقراطيه في اثينا اللي هي بتاعت سولون وبركليس. طيب بما تفسر تعد مدينة جوبيل الفينيقية بمثابة سجل تاريخي. ليه مدينة جوبيل سجل تاريخي؟ اشمعنى؟ بما تفسر اقول له بسبب العثور فيها على الكثير من التماثيل المصرية، لقينا فيها تماثيل مصرية قديمة، وايه تاني؟ واحجار مدون عليها اسامي ملوك. مش بس كده، ده كمان يدل على وجود صلات تجارية وثقافية قوية بينها وبين مصر. طيب ما الدروس المستفادة من تشريعات سولون في بلاد اليونان؟ تشريعات سولون استفدت منها ايه؟ اقول لك ان الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي هو اساس الاستقرار السياسي، لو ما عنديش اصلاح مش هيبقى عندي استقرار. وركز تشريعات على اسقاط الديون، يا جدعان خلاص فوقوا لنفسكم، فوقوا للدوله، مفيش ديون تاني عليكم. طيب وتوفير فرص عمل، اديني وفرت لكم شغل، انزلوا بس انتوا اشتغلوا. ووضع حد اقصى للحفلات، بلاش بقى البعزقه بقى الكتير دي، مما ساعد ذلك على تهدئه. هات لي دليل على صحه العباره صحيحه. بيقول لك دليل على كده، تعتبر منطقه ساحل سوريا ولبنان وفلسطين قديما راس المثلث. احنا اتفقنا في مثلث، هات لي دليل. اقول لك ايه؟ لان هذه المنطقه اللي هي بلاد الشام وفينيقيا كانت حلقه الوصل التي تتوسط الحضارات الكبرى زي مصر والعراق واليونان، ومنها خرجت اقدم ابجديه لتعلم العالم. طيب دلل على صحه العباره، كان هناك تواصل ثقافي وفني بين مصر والعراق، ثقافي وفني. ازاي يا استاذنا؟ تاثر بلاد العراق بفن النحت، السيران المجنحه التي تشبه ابو الهول. طب مصر بقى اتاثرت نظام الاختام الاسطوانيه التي عثر عليها في منطقه جرزه التي تعود الى حضاره الوركاء وجمده نصر. فسر. لم تدل حكم دولة أشور لم تدم حكم دولة أشور زمنا طويلا. ليه الدولة الأشورية ما عادتش فترة كبيرة؟ عشان سياسة العنف، بسبب سياسة الشدة والظلم والاستبداد، الملوك اللي هم عملوا ثورة لسه عليها فوق حاجة شبيهة ليها. حدد العلاقة بين السومريين والذكورات. السومريين هو من أول من شيدوا الذكورات اللي هي المعابد المدرجة وجعلوا لها أدوار مختلفة. حدد وجه النهض، أنا بناقض إيه أو أنا ضد إيه في الهرم الاجتماعي لبلاد العراق.
ينتقدوا وجود تفاوت طبقي. تفاوت طبقي ده في ناس عاليه قوي وناس على الله حكايتها، حيث ضمت الطبقه الدنيا اسرى الحروب والفقراء الذين لم يستطيعوا تسديد ديونهم، مما جعل هذه الطبقه تعاني من غياب العداله الاجتماعيه. بما تفسر كان بلاد اليونان المستورد والمصدر للحضارات في العالم. ليه بلاد اليونان كانت هي اللي بتصدر وبتستورد؟ لانها كانت مستورده، حيث اخذت اسس العلم والحضاره من الشرق اللي هي مصر وفينيقيا عن طريق جزيره كريت وجزيره قبرص. يبقى كده هي خدت استوردت، ثم اصبحت مصدر من بعد ذلك الى تطور العلوم ونشرها. قلت لك كانوا بياخدوا النظريات بتاعتنا ويطبقوها. دلل على صحة العبارة: ارتبط اليونانيين بجبل أولمبس كان له دافع روحي وترفيهي. طب الدافع الروحي لاعتقادهم بأنه مقر للإله زيوس، إن زيوس قاعد فوق. طب ترفيهي الألعاب الأولمبية. استنتج أهم القيم التي أكد عليها تشريعات سولون. هات لي أهم القيم اللي سولون اعتمد عليها. أكد على قيمة العمل والإنتاج، توفير فرص عمل، العداله الاجتماعيه، اسقط الديون، وقال لهم يلا بقى فوقوا لنفسكم، وحدد مصاريف الحفلات. أيد صحة العبارة. أثر النظام العسكري الصارم في سبارتا على حياتهم الاجتماعية. أدى النظام العسكري الصارم في سبارتا إلى صبغ كل الجوانب بالشدة، كل حياتهم شدة. ليه؟ عسكري صارم. فكان يربى المواطنين منذ صغرهم على القوة والشجاعة، مما جعل المجتمع الإسبارتي فاقد الفن. طيب حدد مدى مصداقية العبارة. مادام قال لك كلمة مدى، خلي بالك، حدد مدى، لازم اقول العبارة صادقة او غير صادقة. أيد يعني اثبت ان الكلام ده صح. طيب حدد مدى مصداقية العبارة. استفادت مصر الفرعونية في العصور المتأخرة من النشاط الرئيسي للحضارة الفينيقية. العبارة دي صادقة ولا غير صادقة؟ اقول لك العبارة صادقة، حيث استعان ملك نخاوي الثاني ببحارة فينيقيين للدوران حول افريقيا اللي هو اكتشاف الطرق. دلل تشابهت استراتيجية الفينيقيين في الزراعة على المناطق الجبلية مع أحد الإبداعات المعمارية الكلدانية، اللي هي قام الفينيقيين بتحويل سفوح جبال لبنان إلى مصاطب زراعية عشان يستغلوها، ودي شبه فكرة حدائق بابل الإيه؟ المعلقة. ما تقييمك؟ اوعى تقول لي 5 من 10. ما تقييمك لسياسة الملك سنحريف في بلاد العراق؟ ايه رأيك؟ سياسة متناقضة وهدامة، ان هو معلش انت عشان تعمر نينوي تدمر بابل. أيد صحة العبارة. ارتبط تعدد الآلهة عند العراقيين القدماء بالنظام السياسي القائم. العبارة مادام أيد صحة العبارة يبقى العبارة صحيحة، لأن العراق في البداية كانوا يتكون من دويلات مستقلة، كل دويلة لوحدها، لحد ما جت الدولة الأكادية ووحدوها. النتائج المترتبة على حرب البلوبونيز أدت إلى الحرب في أثينا وسبارتا. حرب البلوبونيز جاء مين يستغلها؟ فيليب المقدوني، وسيطر على بلاد اليونان. حدد أوجه النقد للكتابة التاريخية للمؤرخين الإغريق الأوائل. ينتقد عليهم خلط التاريخ بالأساطير والقصص الخيالية اللي هي المبالغة والخيال. طيب جاء بعد كده يقول لك يلا بينا اخر حاجه ان شاء الله عندنا، معلش حصه طويله شويه بس اخر حاجه عندنا الحل. صلي على النبي. اي من المدن الفينيقيه التاليه كانت مركز للنشاط الثقافي والتدوين قبل اختراع الكتابه؟ اي المدن، ايه من المدن الفينيقيه التاليه كان مركز للنشاط الثقافي؟ ثقافه. سور؟ لا. حمايه. صيدا؟ لا. جوبيل واوغاريت هي عثر على اقدم ابجديه فينيقيه في مدينه جوبيل. طيب يعود الفضل في توحيد بلاد العراق القديمة لأول مرة تاريخيا إلى الملك. مين اللي وحد العراق؟ الملك حمورابي؟ لا. سرجون الأول؟ أيوه هو ده اللي وحد العراق، قلناه كذا مرة. استلهم الفينيقيين فكرة التوابيت الحجرية والتحنيط نتيجة تأثرهم بالحضارة المصرية. سقطت الدولة البابلية الحديثة وانتهى الحكم الوطني للعراق على يد مين اللي أسقط الدولة الكلدانية؟ قلنا فرس اسكندر. أيوه هم الفرس اهو أول ناس. تشابهت الملكية الزراعية في بلاد العراق القديمة وفينيقيا، ويستدل ذلك على يتشابه الملكية الزراعية في بلاد العراق وفينيقيا، يستدل على سيطرة الكهنة، ملكية الأرض، ملكية الدولة الأراضي، وجود ملكية خاصة، انعدام ملكية الأفراد، لا وجود ملكية خاصة، إن هم كانوا ممكن يتملكوا. مصر هي اللي ما كانش عندها ملكية للأفراد. بيقول لك إيه؟ السؤال السادس: كانت الأبجدية الفينيقية نتيجة للحاجة الاقتصادية والهدف منها. الأبجدية الفينيقية قلنا هم عملوا ليه؟ بهدف تجارة، إن هم عايزين يسجلوا الحاجات التجارية أسرع. كتابة النصوص الدينية؟ لا. تسجيل المعاهدات؟ لا. تدوين؟ لا. يبقى سرعة تسجيل التجارية. العامل الأساسي الذي جعل الفينيقيين يتجهون للبحر،
ايه اللي خلى حضاره فينيقيا تتجه للبحر؟ تفوقهم في السفن؟ لا، ما انا ممكن ابقى متفوق في السفن بس اكمل في الزراعه زي مصر مثلا. الهروب من الغزو، ههرب من الغزو واطلع اجري على البحر، انا كده بهرب من المعركه؟ اكيد لا. طبيعه بلادهم الجبليه على الساحل دي صح. البحث عن خشب، لا هم كان عندهم خشب. هم كانوا على سواحل البحر المتوسط، في وشهم بحر في وراهم جبل. طيب، تركزت أهداف التربية في مدينة إسبرتا باليونان. هم اهتموا بالتربية النظام العسكري الصارم. ليه يا أستاذنا؟ ثقافة وفن؟ لا. ديمقراطية وحرية؟ لا. الفلسفة؟ لا. عسكري وبدني عشان يبقوا ناس أقوياء. تعد جزيرة كريت حلقة الوصل بين حضارات، وصل حضاري، لأنها نقلت حضارات الشرق خدت الشرق ودتها لبلاد اليونان. دي شرق ودي شرق ودي شرق. طيب، تحول نظام الحكم في أثينا من الارستقراطي إلى الديمقراطي، من الطبقة اللي معاها فلوس للطبقة الديمقراطية بسبب تشريعات سولون وبركليس. طب مين فيهم موجود؟ طب أنا عندي بركليس وعندي سولون. طب بركليس ده التاني، يبقى اختار سولون عشان هو اللي بدأها. توصلت مصر اقتصاديا مع بلاد العراق، وظهر ذلك في أختام اسطوانية، 4 أختام اسطوانية تعود لحضارة الوركاء وجمدة نصر في منطقة جرزة في الجيزة. طيب، العامل المشترك بين الحضارة المصرية والحضارة اليونانية. طب ايه الحاجة المشتركة بين مصر واليونان؟ الطبيعة الجبلية؟ لا، احنا ما عندناش جبال. طيب، الانعزال عن العالم؟ لا. نظام الديمقراطية؟ لا. امال ايه؟ الارتباط بالبحر والنشاط التجاري. عندنا بحر، هم عندهم بحر. نشاط تجاري، هم تجار. الذكورات في العراق كانت تقوم بدور ديني بالإضافة إلى دور عسكري؟ لا، ما كانش بيطلع منها جيوش تحارب. اقتصادي؟ برضو ما كانش ليه علاقة بالاقتصاد. طب ترفيهي؟ لا. ثقافي وسياسي؟ اقول لك تعليم الاطفال، سياسي تتويج الملك. ظهر مفهوم المواطنة وحقوق الفرد بوضوح ببلاد اليونان بمدينة المواطنة، انت وطني تحب بلدك، بمدينة أثينا الديمقراطية. يقول ويل ديورانت أن الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة في الإنتاج الثقافي. في ضوء هذه العبارة، حضارة لم تقف عند النقل والاقتباس. حضارة ما وقفتش عند النقل والاقتباس بس، ولكن طورت كلدانية ورومانية؟ أقول لك لا. أشورية وفرعونية؟ أقول لك لا. طيب، رومانية وأشورية؟ لا. الفينيقية والإغريقية؟ أيوة، هم دول اللي خدوا مننا وقعدوا يطوروا الأبجدية والعلوم اللي قال لك هات النظريات. يتسم النظام السياسي في المدن الفينيقية ومستوطناتها الخارجية. النظام السياسي في فينيقيا ومستوطناتها الخارجية يعني ومستوطناتها يعني فينيقيا والمستوطنات بتاعها، النظام بتاعها تطابق شبه بعض؟ أقول لك لا. تشابه شبه بعض؟ لا. ترابط؟ لا. أقول لك إيه؟ تباين يعني اختلاف. طيب، استطاع الفينيقيين تحقيق الأمن الغذائي في إنتاج الحبوب. طيب، السؤال ده فيه غلطة، دي تنفع ودي تنفع. طب ليه يا أستاذنا؟ عشان هم كانوا أمن غذائي عن طريق إيه؟ عن طريق الحبوب، والحبوب تتزرع في المناطق السهول الفيضية، الأرض بالقرب من الأنهار سهول فيضية، المناطق الفيضية هي دي اللي تنفع، أما دول لا، المفروض اختار إجابتين. عرفت بلاد العراق نظام الحكومة، ما بيكتبش. عرفت نظام العراق نظام الحكومة المركزية لأول مرة. أول مرة العراق يعرفوا حاجة موحدة على يد الملك سرجون الأول. تم تأكيد العلاقة بين الفينيقيين والملك سنفرو لما جاب بعد بعثات لجلب خشب الأرز 40 سفينة. لقينا الكلام ده مكتوب على حجر باليرمو. يخرج عن عوامل انهيار الدولة الأشورية. حاجة مش من أسباب انهيار الدولة الأشورية. سياسة الشدة؟ لا، اتبعت شدة. إهمال الثورات؟ أهملوا الثورات، ما اتبعوهاش أصلا. ثورة الشعب عملت ضدهم ثورات. إيه الحاجة اللي مش موجودة؟ الصراع مع الفرس. أمال مين اللي صراع مع الفرس؟ الدولة الكلدانية. استعان الملك المصري نخاو الثاني ببحارة فينيقيين للدوران حول أفريقيا لاكتشاف طرق جديدة، يبقى أسباب اقتصادية. طيب، لعبت الذكورات أو المعابد في بلاد العراق دورا سياسيا يتمثل فيه، طب السياسة منح تفويض إلهي للملك، أيوه هو ده اختيار الملك. طب مستر إدارة الدولة من المعابد؟ لا، ده سياسة إدارة الدولة من المعابد؟ لا، الحاكم كان ليه مكانه. مراقبة سلوك الملوك؟ لا، ما كناش بنراقب سلوك الملوك. سيطرة الكهنة؟ جانب ديني. ارتبط ازدهار التجارة البحرية ببلاد فينيقيا بشكل مباشر نتيجة تطور حرفة. طيب، ايه اللي خلاهم يتطوروا في البحر؟ حرفة الصناعة، صناعة السفن. الدور السياسي الذي قام به سرجون الأول في العراق يشبه الدور الذي قام به الملك المصري نعرمر، مين اللي هو وحد البلاد.
تعددت الدوافع التي ألهمت الفينيقيين لاختراع حروف الهجائية، ومنها اللي خلى الفينيقيين يخترعوا أقدم أبجدية. السيطرة على المستعمرات؟ لأ. تدوين أنشطتهم التجارية؟ أيوه هي دي. يستثنى من التشابه بين عوامل ازدهار الحضارة المصرية والحضارة العراقية حاجة مش موجودة في العراق ومصر. وجود مية عذبة؟ لا عندنا مية عذبة. سهولة الاتصال بالعالم؟ بنتصل بالعالم. توفير الأودية الخصبة؟ عندنا أودية خصبة. طول سواحل البحار؟ طول سواحل البحار احنا عندنا سواحل البحار، بس العراق ما عندهاش سواحل او عندهاش سواحل طويلة زينا. يقول لك كانت مدينة أثينا اليونانية مالها؟ صاحبة الريادة في الفكر السياسي. حلو. اسبرطة هي عسكرية. طب تشابهت اسبرطة مع مدينة ايه؟ المدينة اللي في العراق اهتمت بالحياة العسكرية. اقول لك الدولة الأشورية. تدليات. أي من المهن التالية كانت القاسم المشترك الذي سمح للفينيقيين واليونان في بلاد الإغريق بالسيطرة؟ ايه الحاجة اللي خلت الفينيقيين واليونان السيطرة على الطرق؟ تعال. الزراعة في الأودية؟ لا مش هتخلينا السيطرة على الطرق. الملاحة وبناء السفن؟ تنفع. رعي الأغنام في الجبال؟ لا. التعدين؟ لا. السيطرة على الطرق، الملاحة وبناء السفن، عشان هي حضارات قامت على التجارة. بالرغم من اختلاف الأنظمة السياسية في المدن اليونانية إلا أنهم جمعهم حاجة واحدة. إيه يا أستاذنا الحاجة اللي هم اشتركوا فيها؟ النظام العسكري والدفاعي؟ أقول لك لا، اسبرطة كانت أقوى. الاقتصاد الموحد؟ أقول لك لا، كان كل واحدة عايشة بدماغها. الجغرافي ووحدة الأرض؟ أقول لك لا. الثقافة والدين؟ الثقافة والدين هي دي الحاجة المشتركة فيهم كلهم. أطول فترات الاستقرار السياسي في بلاد العراق، أطول فترة كان فيها استقرار سياسي أو ارتباط بشري كانت فين؟ ارتبط بهجرات بشرية جاءت من جهة. طب تعالى احنا قلنا اطول استقرار يعني الفتره اللي استقرنا فيها الهجرات جايه من شبه الجزيره العربيه. شمال؟ لا. جنوب؟ جنوب. جنوب وجنوب؟ مفيش جنوب وجنوب، يبقى اختار الجنوب وخلاص. نجحت مدينه سبارتا في فرض سيطرتها على بلاد اليونان بفضل قوتها العسكريه، ولكن سقطت لافتقادها القاده العسكريين. لا عندهم قاده عسكريين. الموارد الطبيعيه؟ عندهم موارد طبيعيه. التحالفات الخارجيه ما ملهاش علاقه، هي كانت حمله. بس التطور الثقافي والابداع اهتموا بجانب وسابوا كل الجوانب التانيه. طيب كانت مدينه جوبيل بمثابه سجل تاريخي للعلاقه المصريه الفينيقيه، ويرجع ذلك الى اسباب اللي خلى مدينه جوبيل فيها حاجات علاقه اقتصاديه. طب انا عايز علاقه، طب عسكري وديني؟ اقول لك لا. جغرافي وسياسي؟ اقول لك لا. ثقافي واقتصادي؟ ايوه حصل ثقافي واقتصادي. اي من الملوك التاليه في بلاد العراق كانت يمثل قمه النضج السياسي؟ مين اللي وصل لقمه النضج من غير ما افكر؟ عندي سرجون؟ لا ده سرجون الثاني مش الاول يا استاذنا. النضج السياسي يعني واحد ووضع القوانين. انا ما خدتش بالي من كلمه وضع القوانين. مين حط قوانين؟ حمورابي. ظهر اثر البيئه الجغرافيه في فينيقيا على عقيدتهم الدينيه من خلال، خلي بالك ان انا بتكلم عن حضاره فينيقيا البيئة الجغرافية. فينيقيا اللي هي على سواحل البحر. طب فينيقيا كان فيها مين؟ بعل وعشتار. ايوه تعال نبص. حيوانات المفترسة؟ اقول لك لا. الكواكب والنجوم؟ اقول لك لا. قوى الخصب والنماء؟ بعل وعشتار. طيب يتضح من تشريعات سولون ان أثينا في أثينا انها كانت موجهة في المقام الاول لحل مشكلة. هو تشريعات سولون كان لحل مشاكل عسكرية؟ لا. دينية؟ لا. جغرافية؟ لا. اقتصادية واجتماعية؟ ده قال لك في مشاكل اقتصادية وهنعرف الناس الفقراء وهوفر فرص عمل. طيب الخدمة العسكرية في بلاد العراق تحولت من تطوعية إلى إلزامية، وهذا التغيير أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي؟ لا ملوش علاقة بالزراعة. طيب ازدهار الصناعة والتجارة؟ ممكن. زيادة القوة التوسعية؟ طبعا، ده أنا حولت الجيش لدائم يبقى بدأت توسع حدود أكتر. العامل المشترك بين مدينة سور الفينيقية ومدينة بابل هو الدور التجاري؟ لا. النظام الديمقراطي؟ برضو لا. التحصينات المعمارية القوية؟ السيطرة التحصينات المعمارية. سور أسوارها قوية. بابل حدائق بابل وأبراج بابل. استعان الفينيقيون بالأبجدية لتسهيل معاملاتهم التجارية، وهذا يعكس تفوقها في العقلية والحسابية، ان هم بيطوروا الحساب، ان هم عايزين يكتبوا كل حاجه. طيب اي من جزر البحر المتوسط كان بمثابه الجسر؟ كنا قايلين 2 كريت وقبرص. طب الاقرب لبلاد اليونان مين اقرب؟ جزيره كريت. لكن لعبت حضاره
لعبت حضاره شرق البحر المتوسط قديما دورا انسانيا. عملت ايه؟ دور انساني يخدم البشريه كلها. اقول لك، ساهمت في نشر الرسائل السماويه. تم تاكيد العلاقه بين الفينيقيين والملك سنفرو، لسه قايلينها، النقوش. يورث الفقر الذل للانسان. تدل هذه المقوله في حضاره العراق قديما على الفقر، ان انا معيش فلوس، الطبقه الدنيا، وهي عناصر الطبقه الدنيا. يستدل من قدرة الفينيقيين على التصدي للأخطار التي تعرضت لها من جهة الشرق. يبقى تدل إن الفينيقيين قدروا يتصدوا لأخطار الشرق، اللي هي مين؟ اللي هي حبيب قلبي أسوارها الحصينة والكلام ده كله، إلى تقدمها في علم الجغرافيا، الهندسة، الكيمياء، الفلك. الهندسة عشان أسوارها العظيمة. أي من الملوك الفرعونية مثل له العامل الاقتصادي دافع هما للتواصل مع فينيقيا. سنفرق ومنتحتب الثاني. منتحتب الثاني ما خدناش ان هو تواصل مع فينيقيا اصلا. تحتمس ومنمحات الثالث ما خدناش اصلا دول الناس دول. رمسيس الثاني ومنمحات الاول ولا نخوس نفرو؟ نخوس نفرو هم اللي خدناهم. بيقول لك ساهمت البيئه الفيضيه لبلاد العراق قديما في ان الجو الفيض ده ساهم في ايه؟ نشاط حركه التجاره الخارجيه؟ اقول لك لا. وصول السومريين للنضج السياسي؟ اقول لك لا. توفير بعض ادوات الكتابه؟ ايوه هي دي، الكتابة المسمارية. غالبا ما يتفوق التلميذ عن أستاذه. يمكن أن تنطبق هذه المقولة في تفوق الفينيقيين في الحرير. فينيقيا عندها حرير. الفخار ممكن. أدوات الزينة ممكن، بس تفوقوا جدا في صناعات الزجاج. سؤال 28 يخرج عن عوامل انهيار الدولة الأشورية. يعني حاجة ما تنفعش من عوامل الدولة الأشورية. لسه حلينها سؤال متكرر، الصراع مع الفرس. استنتج الموظف الفينيقي، برضو لسه حلينها، العقليه الحسابيه. طيب يقول لك وجه الاختلاف بين الحضاره العراقيه والحضاره المصريه. حاجه مختلفه بين الحضاره العراقيه والحضاره المصريه. احنا عرفنا توحيد الالهه وهم ما عرفوهاش. طيب تم الاستعانه بالخبره الاجنبيه وجلب منتجات. مين الملك اللي جاب استعانه بالخبراء الاجانب؟ اقول لك الملك نخاو الثاني. طيب ظهر التواصل بين العراق القديمة ومصر الفرعونية بصورة واضحة في مجالين الديني والفني. ظهر الدين والفن. مادام دين وفن يبقى عصر الدولة الحديثة، إيزيس وأوزوريس والقصص دي. ترجع تسمية فينيقيا بهذا الاسم الإغريق لما جم زاروها تواصل تجاري. فين تواصل تجاري؟ نشاطات تجاري. أي مما يلي تميز بارتفاع سطحه. احنا قلنا فوق مرتفع وانت نازل. طب مين الحضارة اللي سكنت أعلى حاجة؟ الحضارة الأشورية. فقدت مصر القديمة قبل الأسرة ال19 نفوذها، اللي هو أيام امنحتب الرابع، إخناتون، دينية. يستثنى من عوامل ازدهار الحضارة المصرية والعراقية القديمة. يعني حاجة بنستثنيها عن العراق وفينيقيا، مصر قصدي والعراق. مية عذبة، عندنا مية عذبة. اتصال، عندنا اتصال. الأوبئة، الأودية، عندنا أودية. طول سواحل البحرية. بالرغم من تأثير الفينيقيين بالحضارة المصرية، إن الفينيقيين تأثروا، إلا أنهم اختلفوا في إيه؟ عبادة الظواهر الطبيعية؟ لا، عبدوا الظواهر الطبيعية معانا. القدرة على تدوين الأحداث؟ إحنا الاتنين دوننا الأحداث. الإيمان بالبعث والخلود؟ مؤمنين بالبعث والخلود. نظام الحكم السائد نظامهم غير نظامنا. تعد أكثر الصناعات إسهامة في الصادرات. الفينيقيين كانوا بيصدروا إيه؟ كانوا بيصدروا الزجاج. يؤكد تصميم المعابد العراقية شكل المعبد المدرج اللي شبهنا، التواصل مع الحضارات المصرية. أي من الطبقات المجتمع مثلت طبقة وسطى ودنيا. طبقة وسطى في كل من العراق وفينيقيا. حاجة موجودة في العراق وفينيقيا. التجار؟ لا، أعلى طبقة، ما تنفعش. طب الكهنة دول أعلى طبقة. أسرى الحرب أقل طبقة، ما تنفعش. يبقى أصحاب الحرف والموظفين. بكده الحمد لله خلصنا حصة المراجعة. أكدنا على النواتج، أكدنا على أسئلة المقالي، حلينا أسئلة مهمة برضو. اتمنى ما كنتش زهقت مني وما كنتش طولت عليك. ربنا يوفقك يا رب. الامتحان باذن الله هي كويس ان شاء الله، مش هيطلع من مراجعتنا. اتمنى اي حد يقف معايا حاجه يبعتها لي. وكلمه هنقولها، لو كلها مدرسين فاحنا المؤرخين.